اهي دي الفطيرة اللي يتكتب عليها روايات وحكايات من جمالها بجد. فطيرة البريوش العائلية بحجم جامبو بكل سهولة في البيت وبالطعم الغني المميز اللي يروق عليكم في نهاية اليوم. عشا خفيف مع احلى كوباية شاي، وطبعا ما تمنعش جدا في الفطار برضو. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم نشوف طريقتنا. اول حاجة انا معايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، حط عليهم 3 معالق كبار من السكر. ممكن نزود السكر عن كده وممكن نقلله عن كده، بس ال3 معالق دول مظبوطين جدا. هنزل عليهم بكوباية من الحليب الدافي، وهنزل ببيضاية واحدة، والبيض هنا بيبقى يدي هشاشة حلوة جدا للعجين. هنزل عليه بنقطتين كده من الفانيليا، وهبتدي ان انا اقلب الكلام ده كله مع بعض لحد ما يدوب كده معايا. بعد كده هبتدي ان انا انزل بالدقيق بتاعي. انا معايا حوالي 450 جرام من الدقيق، يعني من 3 كوبايات ل3 كوبايات وربع حسب ما العجينه تاخد معاكي. معايا نص معلقه صغيره من الملح، وهبتدي اعجن الكلام ده كله على ايدي او في عجان في اي حاجه. المهم ان انا حسيت ان العجينه لسه محتاجه سوائل، ضفت كمان. طبعا كل دقيق بيختلف، ممكن ما تحتاجش معاكي، انما احتاجت معايا انا ربع كوبايه تانية من الحليب او معلقتين بمعلقتين. يعني انت برضو ما تزوديش ربع كوبايه مره واحده، زودي معلقتين بمعلقتين. المهم ان انا هلاحظ ان العجينه بتاعتي فيها نسبه تلزيق او بتشبط بالشكل ده، وهي دي النتيجه اللي انا محتاجاها. انت ممكن جدا تقلبيها في بمعلقه، مش شرط خالص تعجني بايدك لان انا مش عايزاها تتعجن قوي. بعد ما اتلمت معايا بالشكل ده هبتدي ان انا انزل بربع كوبايه من الزبده او الزيت، اقل كمان من ربع كوبايه، هم 40 جرام بالظبط. لو انت هتوزني هم 40 جرام بالظبط، اقل من ربع كوبايه. هقلب بقى الزبده مع العجينه دي، وفي الاخر هتديني طبعا عجينه ملزقه وبتشبط برضو سنه كده في الايد زي ما انتم شايفين فيها تشبيط. هعمل ايه؟ هبتدي ان انا ارش على مفرش او الرخامه بتاعتي شويه دقيق، لان انا هخمرها على الرخامه، لان المرحله دي انا مش هخمر قوي، المرحله دي انا هريح بس. وهنزل بالعجينه بتاعتي انا باستخدام بقى سكرابر كده عشان ما تلزقفيش في ايدي. ولو انت هتستخدمي ايدك، نقطتين زيت في ايدك او شويه دقيق، الدنيا معاكي بتمشي. هتظبطي عجينتك، طبعا هي فيها نسبه تلزيق حلوه، هو ده المطلوب. كل ما تكون كده هتديكي هشاشه وطعم الحلو جدا للعجين، وهتبقى طريه قوي معاكي. ظبطتها عشان طبعا انا حطيت في ايدي دقيق، وبعد كده اتظبطت معايا بالشكل ده. هغطيها واسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة، مش تخمير كامل لان انا مش هخمر في المرحلة دي، يعتبر مش دي مرحلة التخمير بتاعتي. هسيبها ترتاح ربع ساعة وهرجع لها تاني. ده بيكون شكلها بعد ربع ساعة. هنشوفها مع بعض. هنعمل ايه دلوقتي؟ اي عجاين يا جماعة بتكون طرية او بتكون فيها نسبة تلزيق، لازم بنهتم برشة الدقيق كويس جدا جدا، خصوصا ان احنا هنلفها رول. فهي طبعا معايا بالشكل ده. شايفين شكل العجينه حلوه قوي ازاي، وناعمه وطريه، تحسوها كده طريه جدا لوحدها. هي لما بتستوي كمان بتكون طريه قوي. هعمل ايه دلوقتي؟ رشه دقيق محترمه جدا. وما بنساش يا جماعه، ما بشتغلش على العجينه على طول، لازم ارش دقيق في العجائن اللي زي كده. رشه دقيق محترمه كده على الرخامه بتاعتي، وهبتدي ان انا انزل بالعجينه على الدقيق ده. بقلبها كده مش بهبطها لان هي مش مستحمله. خدوا بالكم ان انا قلبتها، خليت الوش الناعم هو اللي تحت والوش الخشن هو اللي فوق، وابتديت ان انا بايدي دهنت ايدي دقيق وبفردها. اول ما احس ان ايدي بدات تلزق ارش رشه دقيق على العجينه، وهبتدي ان انا افرد. لا محتاجه مردنه ولا محتاجه اي حاجه خالص، حاجه كده بتتفرد معاكي بكل سلاسه وبكل سهوله على الرخامه، مش محتاجه حاجه خالص. اول ما تتفرد معايا زي بلوك كده، معلقه زبده بتكون كده كبيره على العجينه بتاعتي. صحيح يا جماعه انا نسيت اقول لكم ان في العجينه هناك ممكن نستبدل الزبده بزيت او سمنه، هنا برضو ممكن نستبدلها بسمنه او زيت، ولكن افضل نتيجه هي الزبده. واي نوع زبده يا جماعه ما تشغلوش بالكم. انا على فكره هنا استخدمت حوالي معلقه ونص، ما استخدمتش كتير. اي نوع زبده عندكم، سواء نيوزيلندي ايرلندي فرن جنه، اي نوع عندكم كريستال، كله هيمشي. بس طبعا جوده الزبده بتفرق في الطعم في الاخر برضو، عشان ابقى صريحه معاكم. بعد ما دهنت كده الزبده، ابتديت ان انا ارش كده السكر. وده طبعا بيبقى ملوش معيار، انت بترشي كده حسب ما انت عينك شايفه. وطبعا انا بحط الزبيب لان البريوش مشهور جدا بالزبيب.
واي فواكه بقى مجففه تقدري تحطيها، سواء قراصية سواء مشمشيه. انا ما عنديش بقى الكلام ده كله، انا ما عنديش غير زبيب بس، فحطيت معاه شوكليت شيبس واحدتين كده. طبعا ممكن تستكفي جدا بالزبيب، مفيش اي مشكله، ممكن تحطي جوز هند برضو براحتك. وبعد كده ان انا ببتدي ان انا الف رول. لو انا مش دهنه دقيق او رشه دقيق كويس على الرخامه بتاعتي، كانت زمان العجينه دي ملزقه، مش هعرف الف الرول ده كويس. لكن عشان انا رشه دقيق كويس، فعشان كده الموضوع سهل معايا. اول ما بخلص الرول بتاعي كده ببتدي ان انا اقفل اهو، برش تاني عشان اعرف احركه، وبقفل من تحت القفله بتاعتي، وبيكون بالشكل ده. بعمل ايه؟ بجيب سكينه وببتدي ان انا اقسم بالنص، اعمل فتحه كده بالنص بس مش للاخر، انا بقسمه من الاول بس بسيب حته عشان دي هكمل عليها اللفه. وببتدي ان انا اخلي الفتحات دي هي اللي فوق، وبلف زي كده حوايه كده، بلف حوالين دايره نفسها كده. والحته الاخيره دي بنزلها من تحت عشان ما تبقاش مفتوحه لفوق وانا بخبزها. جبت الصينيه بتاعتي، الصينيه دي مقاس 20، دهنتها دهن زبده كويس جدا او زيت. وبعد كده هبتدي ان انا احط فيها العجينه بتاعتي. وهنا بقى في المرحله دي اللي انا هسيبها تخمر فيها حوالي نص ساعه او حاجه، لازم هنا في المرحله دي بقى تاخد راحتها ووقتها جدا في التخمير، حجمها يتضاعف معايا. وهنشوف دلوقتي بقت عامله ازاي بعد نص ساعه، ساعه الا ربع، يعني حسب بقى ما هي تاخد في الجو المحيط بيكي. شايفين بقى تضاعف حجمها، وما شاء الله شكلها باين عليه ان هي اختمرت وخدت راحتها. في الوقت ده انا بكون مشغله الفرن بتاعي بقى، بصوا يا جماعه، للتسويه عشان ما تبقاش واخده لون ونيه معاكم من جوه. الفرن بتاعي بيكون متوسط الحراره مش عالي، لان دي عاليه، حاجه عاليه، فعشان تاخد راحتها في التسويه لازم تستوي على حراره متوسطه 190 او 180. رف اوسط بتاخد حوالي من 30 ل 35، ممكن تدخل في 40 دقيقه معاكي كمان، ما تستعجليش عليها. اول ما بتخرج بدهنها كده رشه زبده، فرشه زبده من على الوش، وبغطيها بسيبها تبرد شويه، وبعدين بقلبها. وزي ما انتم شايفين كده اللون اللي واخداه من تحت في منتهى الجمال. شايفين قد ايه جميله، قد ايه ريحتها بقى كانت قلب البيت، طعمها بجد بجد رائع رائع. تاخدوا كده خرطه منها مع كوبايه شاي في العشاء او في الفطار، حقيقي من احلى الوصفات اللي ممكن تجربوها. وطبعا مورقه وطعمها بجد تحفه تحفه، العجينه نفسها طعمها رائع. تعالوا نشوف بقى كده التوريقات بتاعتها عامله ازاي. بصوا يا جماعه، يعني لو قلت لكم احلى من الفطير مش هتصدقوني، بجد بجد رهيبه. وده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. شكرا لكم، مع الف سلامه.